السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبي، اخباركم ايه؟ ان شاء الله هنعمل مع بعضنا الزلابية او اللقيمات حسب ما بتقولوا عليها. بجد يا جماعة طريقتها حلوة قوي. هنعرف كل الاسرار بتاعتها ازاي تبقى هشة ومش مكتومة معانا، شايفين؟ وكمان انا هسمعكم الصوت بتاعها في الاخر. اول حاجة انا هنزل بكوب من المية الدافية. تمام. ما ينفعش تكون سخنة قوي ولا تكون متلجة قوي، لان الباردة بتبطأ في تخمير العجينة، ولو سخنة قوي بتبوظ التخمير. تمام. نزلت هنا باتنين معلقة نشا وكيس فانيليا ونصف معلقة بيكنج باودر وسبعة جرام خميرة فورية ومعلقة سكر كبيرة. تمام. ورشة ملح. تمام. انا هنا هستخدم كوبين من الدقيق، لو انت حابه تستخدمي اكتر. تمام. يعني انت لو هتعملي مثلا قولي 3 اكواب من الدقيق يبقى هتحطي 10 جرام. انا هنا استخدمت 2 كوب بس، حطيت 7 جرام من الخميره. تمام. وحطيت كمان معلقتين نشا، لكل كوب من الدقيق ليه معلقه نشا. تمام. هبدا بقى نزلت باول حاجه بكوب من الدقيق. ما ينفعش ان انا انزل بالكميه كلها، علشان اعرف الميه اللي انا واقدر اتحكم فيها. تمام. نزلت كمان بنص مج تاني، وهبدا برضو اقلبه زي ما انت شايفه كده. وبعد كده هبدا انزل بنص الكميه التانية. كل على فكره ما بتعجني في العجينه بتتقل معاك. هنا انا كنت جايبه نص كوب، هاخد منه ربع وهيفيض ربع، يبقى الكوبين من الدقيق اخدوا معايا كوب وربع من الميه. طبعا كل دقيق من نوع لنوع بيختلف، يعني انا هنا كوبايتين اخدوا مني مج وربع، ممكن انت تحطي كوبايتين ياخدوا منك كوبايه بس، ممكن ياخدوا كوبايه وربع زي ما عمل. يعني يعني مقصدي ان انت ما تتحكميش قوي في موضوع الميه، ان انت لازم زي مثلا انا حطيت كوب يبقى انت تحط كوب، لا بيختلف من دقيق من نوع لنوع. تمام. هبدا بقى بالسباتولا كده، هفضل رايحه جايه بيه. بصي العجينه من نجاح الزلابيه ان انت لازم تعجنيها كويس قوي. تمام. تبدا تضربي فيها شويه كتار. انا في الاخر عملت ايه؟ رحت عاينه بقى الاسبتيوله زي ما انتوا شايفينها. هنا بتعجني زي العجين اللي هو بيترحرح. تمام. عارفه العجين اللي هو بتاع الفلاحين اللي بيترحرح ده بتاعنا احنا ده؟ هو ده. بروح بقى عجنه زي ما انت شايفه كده بايدي، وكمان انا في ايدي بتحكم فيها اكتر، وبعرف اذا كانت العجينه محتاجه دقيق تاني ولا محتاجه ميه. تمام. هفضل بقى كده اعمل زي ما انتوا شايفه. طبعا انا ايديا كانت تعباني، فبقى اعجن واسيبها شويه، اعجن واريح ايدي دقيقه، يعني مش دقيقه، كام ثانيه كده. هبدأ بقى زي ما انت شايفاها. انا هنا لا عايزه العجينه تكون مطاطه عامله زي الاستك كده او زي اللبان، شايفه عامله ازاي؟ لو سايله قوي بتيجي تحطيها بتعمل لك اشكال بقى فضائيه، ما بتبقاش على قد كده، يعني في الشكل ما بتبقاش حلو. فانت لازم تشوفي من نجاح الزلابيه هي المرحله اللي احنا فيها دي، ان هي لازم تكون القوام بتاعها كويس زي ما انا قلت لك، زي الاستك كده بتمط معاكي، وتدعجني فيها شويه كتار علشان كمان تعملي للعجينه عرق. تمام. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. هبدأ بقى كده. هنا طبعا احنا في الشتاء، انا هنا بقولك ان نص كوب فاض منه الربع زي ما انت شايفه. هنا طبعا احنا في الشتاء، لو في الصيف ما تاخد مننا حوالي ربع ساعه او تلت ساعه، انما احنا هنا في الشتاء. فانا ولعت لها الفرن، دفت لها الفرن، وهسيبها تختمر من حوالي، ممكن قولي مثلا ساعة. هتقعد معايا، هي قعدت معايا بالظبط ساعة، انا حسبت لها على التليفون ساعة. تمام. هبدأ بقى انا اعمل الشربات. هضيف كوبايتين من السكر على كوباية ونص من المية. تمام. صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. هنا الشربات ما بيبقاش خفيف، بيبقى تقيل شوية، وانا لازم اعمل الشربات في الاول علشان انا عايزة الشربات يبرد معايا. تمام. هنا ضفت كمان نص كوب التاني، يبقى الكوبايتين سكر اخد كوباية ونص، واخد عصرة ليمونة معايا بما يعادل معلقة كبيرة من الليمون. وهحط لو موجود عندك عسل الجلوكوز حطيه، ده كمان بيخلي العسل ما بيسكرش معايا، وبيعمل يعني من نسبة السكر شوية. تمام. طبعا هنا ما بيتعملش الا لما يترفع على النار، طبعا بيسيح. وبعد ما غلي على طول رحت نازله بباكت من الفانيلين. من بعد ما بيغلي بحسب كده على التليفون حوالي بتاع 7 دقايق او 8 دقايق. هبدأ بقى اعين الاسترتش زي ما انتوا شايفينها. وهنا مرحلة التخمير يا جماعة مهمة جدا جدا جدا. اعمل ايه بقى؟ لازم اطلع الهواء زي ما انت شايفاه. على فكرة لو انت يعني عملت في الموضوع ده ان انت عملتها بايديك كده وخلاص، بتخلي الاشكال معاك وانت بتعملي الزلابية بتطلع اشكالها مش حلوة ابدا. يبقى انت لازم تطلعي مع التخمير منها، تطلعي الهواء منها كويس جدا علشان يظبط معاك. طبعا انا هنا المفروض كنت رحت انا فين؟ كنت رحت على البوتاجاز، لان انا ما كنتش هعرف اصور، ما كانش حد معايا في البيت. فانا سخنت الزيت على النار بس ما خليتوش يغلي. وهبدا اعمل بقى كده زي ما انت شايفه كده بال بالمعلقه، اغطس المعلقه في الزيت واروح قطعه بنفس الطريقه. تمام.
زي ما انت شايفه كده. وبعد كده هاخد بقى الزيت ارفعه على النار. معلش انا كنت اتمنى ان ده يبقى على البوتاجاز، بس معلش انا ما كنتش عارفه اصور فعلا هنا. هبدأ بقى هنا اقلب من وقت للتاني. هنا انا هعملها على مرحلتين، ممكن انت تعمليها على مرحله براحتك، على مرحلتين براحتك. انا هنا طلعتها زي ما انت شايفه. انا هنا بقى جبت لك ال يعني قدام الكاميرا علشان تشوفي. انا باخد العجينه وبروح ضغط عليها بايديا كده، واروح واخده بالمعلقه، ومعايا طبق فيه زيت، بقطع واحط المعلقه في الزيت واروح راجعه. كل ما اجي اخد واحده اروح للمعلقه الطبق اللي فيه زيت. ليه؟ علشان تنزل معاكي بسهوله وما تمسك، لان انت لو ما حطيتهاش في الزيت هتبص تلاقي العجينه بتلزق في المعلقه، وبالتالي مش هتنزل معاك. تمام. انا هنا برضو سخنت طبعا الزيت في المرحله الاولانيه، لان عملت طاسه في الاول كان الزيت معايا سخن، فسبته لما هدي شويه كده، وبروح اعمل زي ما انت شايفه. طبعا انا احاول برضو ان انا اسرع علشان الزيت ما يبردش زين على اللزوم، والبتاع الزلابيه تعجن معايا وتبقى مكتومه من جوه. تمام. هاخد زي ما انت شايفه كده. معلش لو بتكلم في الفيديو كتير، بس حقيقي في ناس بتشتكي مع انها سهله جدا، في ناس بتشتكي وما بتعرفش تعملها، بتقولك باجي احطها بلاقي بتفرش مني، مش عارفه ايه الكلام ده كله ده. التزم بالمقادير زي ما انا قلت لك، وان شاء الله هتبقى احسن ما انا عملتها كمان 100 مره. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. ولو وصلت معايا لحد هنا وما حطيتيش اللايك والشير، ارجوكي اللايك والشير، اللايك اللي بيرفع الفيديو يا جماعه. والناس اللي بتتفرج حبايب قلب ربنا يجازيكم عني خير، بس انتوا ابقى حطوا له اللايك، وحتى التعليق لو نقطه زي ما انا قلت لكم قبل كده. تمام. هبدا بقى اقلب كده، وهبدا اخد اللي هي اتحمرت قوي دي، هروح مطلعاها وايديا فيها برضو باستمرار. تمام. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. هنا بقى هطلعها زي ما انتوا شفتوا كده، وهسيبها لحد ما تبرد، وكمان الزيت يبرد علشان اقليها للمره التانية. الفرق بين المره الاولانيه وان انا اقليها مرتين، المره اللي لما بقليها مرتين بتبقى مقرمشه زياده معايا. تمام. انا هنا زي ما انتوا شايفين زيت برد، هبدا انزل بقى الزلابيه بتاعتي زي ما انتوا شايفين. والله العظيم اقسم بربي زلابيه يا جماعه تحفه، بجد تحفه. ما خدتش مننا كتير، بمجين دقيق ما شاء الله عملنا كميه حلوه قوي. وكمان ما بتاخدش وقت معاكي، يعني انت ممكن وانت واقفه كده تعمليها وتحطيها تقنيها قبل ما تطبخي او ما تعملي اي حاجه، بتكون اختمرت معاكي والدنيا بتبقى تمام. تمام. وكمان البيكنج باودر يا جماعه خطوه اساسيه، اوعى محدش يحط فيها بيكنج باودر ويقول مثلا حطيت خميره. البيكنج باودر بتخليها يا جماعه من جوه بتبقى منفوشه ومش مكتومه كده ومفرغه. تمام. ومعلقتين السكر اللي احنا بنحط لها بتخليها فيها لون ذهبي كده. وبجد يا جماعه والله العظيم التزمي بالمقادير، وانت حرفيا هتبقي بصي تجنن فيها. طبعا موضوع التشكيل ده ممكن انت تشكليه زي ما انت عايز، اهم حاجه وانت بتحمريها زي ما انت شايفه كده ايدك ما تطلعش من الزيت، مش ايدك اللي انت بتعملي بيه، لانها بتاخد لون بسرعه. وما ينفعش كمان تسيبيها وتروحي تجيبي كوبايه من هنا ولا اي حاجه من هنا، هتتحرق معاكي ومش هتبقى كويسه، ما تبقاش واللون بتاعها مش هيبقى موحد. زي ما انت شايفه انا ايديا فيها على طول على طول، ايديا فيها علشان تبقى مظبوطه معايا. تمام. هنا بقى الموضوع التشكيل ممكن تشكليها زي ما انا شكلتها، ممكن بكيس الحلواني، ممكن بالمعلقه المعياريه. انا هنا كنت هشكلها بكيس الحلواني، بس للاسف فتحت درج ما لقيتش، فروحت عاملاها بالمعلقه. الكيس الحلواني ما بيبهدلش الدنيا وما بيبهدلش ايديكي، بيخليكي بتنجز بسرعه. بتروحي منزله ضغط على ايديكي كده وانت ماسكه الكيس، وبالمقص تروحي قصه قصه قصه، بتبقى الدنيا تمام. تمام. هنا طبعا بقى هبدا بقى احطها في العسل بتاعها زي ما انتم شايفين شكلها عامل ازاي، وبجد ولا غلطه فيها يعني. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا. دايما يا جماعه وانتم بتعملوا الحاجه صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم واذكروا الله، علشان الحاجه ان شاء الله بفضل من ربنا وببركه الذكر على النبي صلى الله عليه وسلم الحاجه تبقى مية مية معانا. شايفين عامله ازاي؟ بجد ولا كلمه يعني، بجد يا جماعه تجنن تجنن تجنن. تمام. هبدأ بقى اعمل كل الكمية واقلب فيها كده علشان العسل يشرب في الزلابية، والعسل بتاعها يوصل ليها وفي كل حته. زي ما انتم شايفين انا عمالة اقلب فيها. وكمان لو حطيتيها شوية كده واتحركت كده عملت لك مج شاي ولا حاجة، تلاقي الشربات عمل فيها يا سلام. تعالوا بقى كده، احنا خلصنا رصتهم زي ما انتم شايفين. تعالوا بقى نشوفها، هل هي مكتومة من جوه ولا معجنة، طب مقرمشة طرية. بصوا بقى يا جماعة، ايه رأيكم بقى في التخرفشة دي؟ شايفين بجد عاملة ازاي؟ تعالوا بقى كده، شايفين بجد والله العظيم يا جماعة تحفة 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 تحفة. اتمنى يا رب ان انتوا تجربوها بجد تجنن، طعمها حلو قوي. شايفين من جوه بقى مفرغة وعاملة ازاي، وشاربة العسل بتاعها وعاملة ازاي. مش عارفة هي زهرة ولا لا، بس بجد يا جماعة وحياة ربنا تجنن تجنن. شايفين؟
اتمنى يا رب ان انتوا تجربوها بالطريقه دي. لايك وشير لو عجبكم الفيديو. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمه الله.